السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مرة ثانية في حسابنا المتخصص في صناعة العطور والمخلطات الشرقية. اليوم راح نسوي عطر اللي هو عطر سلطنة عمان، واحد من الخلطات الجديدة عندنا في متجر دار علي العوضي. الخلطة هذه تنفع للجسم وأيضا تنفع للمرشات وعطور الملابس. ما تستند على قاعدة الهرم العطري، لكن هي من العطور الشرقية البحتة التي تتكون من جميع الزيوت الخاصة بالبيز نوت. العطر بيكون فيه ثبات عالي، بيكون فيه فوحان عالي بسبة الزعفران الأحمر. معروف الزعفران يعطي ثبات قوي بالإضافة لفوحان عالي. خلنا نشتغل وياكم الحين ونشوف شو اللي بنوصل. طبعا أول شيء نضيفه في هذه الخلطة اللي هو دهن العود الهندي. دهن العود الهندي من الروائح الخليجية المعروفة من بداية رحلة العرب لخط الحرير مثل ما يقولون. احنا بنحط من دهن العود هذا 50 جرام لل 200 جرام. اليوم بنشتغل على 200 جرام لأن راح نسوي نص لتر كامل مذوب بالكحول الخاص بعطر عمان، فراح نضيف 50 جرام من دهن العود الهندي. وبعدها راح نضيف الزعفران الأحمر. طبعا السوق بتلاقون فيه مجموعة كبيرة مختلفة من أنواع الزعفران. في عندنا الزعفران الأبيض، الزعفران الأصفر، الزعفران الأحمر. احنا في هذه الخلطة راح نستخدم الزعفران الأحمر. ليش؟ لأن الزعفران الأحمر مع الثبات يعطي فوحان قوي. مثل ما قلت في بداية الفيديو أن العطر هذا بيستند كله على مكونات القاعدة أو البيز، فبيكون في ثبات قوي لكن ما في فوحان. أنا محتاج زيت في القاعدة يعطيني مع الثبات فوحان عالي، فهو اللي هو عطر أو زيت الزعفران الأحمر. وراح نضيف من بعد لل 200 جرام 50 جرام من الزعفران. أما المكون الرئيسي والمهم عندنا في العطر هذا اللي هو اللبان الحوجري أو اللبان العماني. وراح أضيف أيضا 50 جرام لل 200 جرام من الزيت. الخيار الأخير يرجع لكم أنتم. ممكن أن أنتم تضيفون واحدة من المخففات الكيميكال للزيت هذا غير الكحول. يا أنكم تستخدمون الدي بي جي، لكن الدي بي جي بيعطيكم فوحان أكثر في نفس الوقت بيخفف الثبات، او ممكن تضيفون نفسنا احنا اللي هو اللونج لاستنج. اللونج لاستنج بيعطي فوحان اقل لكن بيعطي ديمومه اكثر للعطر. انا ابغى من هذا العطر انه يقعد في الملابس ما لا يقل عن 24 ساعه. فراح نضيف 50 جرام ايضا لل 200 جرام من الزيت. فصار عندنا احنا 50 جرام دهن عود هندي، 50 جرام زعفران، 50 جرام من اللبان الحوجري، واخيرا
50 جرام من مثبت العطور أو اللونج لاستنج. طبعا ممكن نحصل هالمنتجات في متاجر ثانية، ممكن أكيد، لكن إذا كنتوا تبغون النوتة العطرية أو الريحة العطرية تطلع بالضبط نفس اللي موجودة عندنا في المتجر، فالأفضل اللي أنتوا تحطونها أو تشترونها من عندنا، وكل روابط المنتجات هذه بتلاقونها في الفيديو نفسه. أما الحين بنطلع طبعا نحط الخلطة هذه على الخلاط، نخلطها كم من ساعة وبعدها نرجع لكم إن شاء الله. طبعا الحين بعد ما نخلط الزيوت كلها مع بعض، أنا دائما أقول للمتدربين إذا تبغون نتيجة أفضل حطوا على الخلاط لمدة يوم كامل الزيت، يوم كامل، وبعدها يدخل لمرحلة التخمير اللي هي 21 يوم. تبغي تسوي شغل سريع سريع تجاري ما في مشكلة، لكن ما بيعطيك ثبات في لين العطر مثل لو خليته يتخمر على راحته. الحين راح نضيف الزيت في زجاجة التخمير، ومن بعدها راح نضيف الكحول ونحطه على الخلاط إن شاء الله. طبعا احنا دائما السوائل وتحديدا الكحول نقول استخدموا الانابيب المختبريه، ولنفرض ان انت ما عندك الانبوبه المختبريه وتبغي تستخدم الميزان. كثافه الكحول والماء المقطر تختلف عن باقي السوائل، فلما اقيسه على الميزان تكون كثافته اقل. هذا اللي يخلينا الحين انا محتاج 300 ملي من الكحول، فشو اسوي؟ آلة حاسبة تحط ال 300 ملي، ال 300 تضربها في 0.8، فبيطلع لنا على الميزان 240 جرام. ال 240 جرام هذه هي اللي تساوي 300 ملي. بستخدم نفس العبوة عشان استفيد من الزيوت اللي موجودة، بدل ما تتهدر ترجع في الغرشة بعد ما نضيف له الكحول. نصفر الميزان ونحط الحين 240 جرام من الكحول الإيثيلي أو الإيثانول. دائما زجاجات التخمير اللي تستخدمون يا أن تكون زجاجات أمبر، يكون الصبغ مالها يوفي يعزل الأشعة عشان ما تمتص الكحول ويخرب علينا العطر، أو نستخدم زجاجات مدهونة باللون الأسود الكامل. وإذا ما كان عندنا وكل اللي موجود زجاجات شفافة، الأفضل أن نحطها داخل أدراج أو أماكن مغلقة ما توصلها أشعة الإضاءة، لأن مش بس أشعة الشمسية اللي تأثر، حتى إضاءة المكان تأثر على العطر وجودته. طبعا الحين عطر عمان هذا راح ندخله في الخلاط عشان نضمن ذوبان كامل الزيت لمدة 24 ساعة، وبعدين راح يروح للتخمير ومن ثم للتعبئة. وعليكم بألف عافية. وقبل ما أروح أذكركم لا تنسون اللايك، سبسكرايب، وتشيروا القناة، وإذا عجبكم العطر ممكن تجربون العطر. السلام عليكم.